السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنعمل فيه الفراخ المقرمشة بألذ تتبيلة. هنشوف ازاي هنحضرها بألذ كتير جدا من الجاهزة، تطلع مقرمشة وبلون دهبي ونضجها كامل جدا من جوه. تعالوا نشوف مع بعض ايه الطريقة. مستوية جدا ومقرمشة جدا. تعالوا نشوف مع بعض ايه الطريقة ولون التحفة ده جه منين. هبتدي اعمل تشريحات في الفراخ من بره علشان اضمن ان التتبيله توصل لجوه وتاخد تسويه كامله. ونفس الفكره هنعملها لو عندي دبوس او صدور مخليه من العظم، هنعمل فيها فتحات علشان نضمن التسويه ونضمن كمان ان التتبيله توصل لجوه. نيجي لاهم حاجه، طبعا هننقع الفراخ في محلول كده بليمون وملح. فايدته ان احنا نتخلص من اي روايح للفراخ. ودلوقتي هحضر التتبيله. عندي 2 كوب من اللبن، لبن رايب، ومعلقه كبيره من كل حاجه، بهارات فراخ، معلقه بابريكا، معلقه كبيره من الثوم البودر، معلقه كبيره من البصل البودر، نص معلقه كركم، معلقه كبيره من الجنزبيل، نص معلقه فلفل اسمر. وطبعا ما تعملوش زي وتنسوا الملح، معلقه كبيره من الملح ومرقه دجاج. ونقلب كل المكونات دي كويس جدا. هضيف الفراخ في التتبيله وبعدين هدخل التتبيله في قلب فتحات الفراخ اللي احنا عملناها، بحيث كل جزء يتشرب من خليط التوابل اللي احنا عملناه مع بعض. هقلب اللبن الرايب مع التوابل ومع الفراخ واغطيهم ونسيبهم ليلة كاملة في التلاجة، مش اقل من ليلة يعني. ودلوقتي هنحضر مع بعض خليط التغطية. عندي 3 كوبايات من الدقيق، عندي معلقة كبيرة بيكنج باودر، عندي كوباية الا ربع من النشا، وطبعا نفس البهارات اللي احنا حطيناها في التتبيله، معلقه من كل حاجه: الجنزبيل البودر، الثوم البودر، البصل البودر، البابريكا، الكركم، ملح وفلفل اسمر طبعا. هقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هاخد الفراخ انزلها في الدقيق واشربها كويس جدا جدا من الدقيق، اعمل لها كفر محترم جدا وهكبسها كويس. بعد كده هاخد الفراخ وانزل بيها في ميه فيها تلج لمده 3 دقايق، مش وهرجع بيها مره تانية في خليط الدقيق، وهنفض الفراخ بالطريقه دي عشان اشيل منها اي دقيق زياده. هفضل اعيد الخطوات دي طبعا لحد ما اخلص كميه الفراخ اللي عندي، وهكذا نفس الطريقه. هنفض الفراخ كده بايدينا عشان تدينا الكفر المظبوط. صلى على النبي يا جماعه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير. ما شاء الله تحفه، ما شاء الله جميله جدا جدا، كميه برضو كويسه جدا. هنستخدم حله فيها زيت غزير جدا، ويكون الزيت سخن جدا جدا. انزل بقطع الفراخ بتاعتي لمده 5 دقايق على نار عاليه جدا، هتقعد بالظبط معايا حوالي 22 دقيقه.
وبعد ما سبتها على نار عالية 5 دقايق هبتدي اهدي النار عليها لمدة 22 دقيقة. الفراخ نضجها كامل وواخدة لون حلو جدا من غير ما تتحرق، والكفر بتاعها ما شاء الله جميل جدا. الفراخ واخدة كفر حلو جدا مش مبالغ فيه ولا ما شاء الله شكلها تحفة جدا ومقرمشة جدا جدا ما شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو بتاعي ما تنسينيش باللايك والشير.